أهلا وسهلا بكم جميع أصدقائي، معكم سيربس شاشة من صفحة الرسم والموسيقى. في كتير أصدقاء على الفيسبوك وعلى اليوتيوب طلبوا مني آلة، بس إنه شو اسم الآلة كنا نلاقي صعوبة. أغلبهم بينطقوها البزق. أوكي، البزق يعني معروف إن إحنا نقول عنه يا إما ساز أو طنبورة، بس شو الفرق بين الطنبورة والبغلمة والعود والبزق والبزق العربي ولا إن كان البزق الكردي؟ هذا المقطع عملته خصنص للأصدقاء اللي ما بيفرقوا بين الآلات، و رح أعرضكم هلا كل آلة ونوعا ما كيف شكلها وشو تسميتها من شان أصدقاء اللي سألوني. خلونا نبلش أول شي بالبغلمة. هاي البغلمة الزندو بيطلع له الشبر وثلاث ارباع يعني نوعا ما. هاد اسمه البغلمة، صناعة تركية. طبعا أغلب البغلمات تركية، الأتراك هم اللي بيعزفوا كتير على البغلمة وهن اللي بيصنعوها أصلا. يعني البغلمة ظن تركية بامتياز، يعني ما إنه أي دولة اكتشفتها. البغلمة هي عبارة عن 7 أوتار، تمام، وهيك. طبعا طريقة العزف من فوق لتحت، وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية رح أشرح لكم العلامات كيف تنعزف، بس مشان ما نطول على بهذا الفيديو. تمام. هاي الطريقة عزفه مثل أسلوب العود، فعلاماتها تختلف يعني صعودا ونزولا. بإمكان الواحد ينزل كمان، بس إنه في يعني علامات قليلة، ما يعني ما هو ملعب اللعب، يعني ملعبه هو هون. تمام. إن شاء الله بالفيديوهات الجاية بشرح لكم أكثر يعني. وهاد الطنبورة. طبعا إذا رجعنا لأصل الطنبورة هي مو هاي كمان، بيجي اسلوبها مثل مبدأ الجنبش، بس نحن الكراد بنسميه الطنبورة، أو بإمكانكم تقولوا الساز، تسمية تركية أو كردية. زندو شبر، شبرين ونص تقريبا، أطول بيجي. طبعا قديما كانوا 4 أوتار، هلا عاملين كمان هذول 7، نفس مبدأ البغلمة. طبعا إنه هذا ملعبه صعودا ونزولا، وكونه ضايفين عليه 7 علامات فصار بإمكانك تلعب صعودا ونزولا كمان. ففي عالم كمان بيحطوا له القفيص، فبتصير مثل البغلمة كمان هون، بيصير بيعزفوا هون صعودا ونزولا مثل البغلمة. نفس المبدأ، اللون ما له علاقة، الصندوق ما له علاقة، المفاتيح ما له علاقة، فقط زندو أطول. تمام. هاي هي الطنبورة أو الساز. وهون هذا هو البزق، هذا هو البزق العربي، مفاتيحه حديد، الصندوق وإذا بتلاحظوا نص دائري مو مثل الثانيين، نص يعني بيضوي كانت، والفتحة تبعتها من الأمام، بينما الطنبورة والبغلمة إما هون إما هون تيجي الفتحة، بينما البزق معروف تيجي من بوجهه. وهذا معروف صعودا ونزولا، وفي منهم وترين وفي منهم 6. كونه هاد 6 فصار فينا نعزف صعودا ونزولا، مثل ما حكينا هلا انه ان شاء الله بالفيديوهات الجايه رح نحكي عن طريقة عزف المقامات على كل آلة ان شاء الله. هذا كان البزق العربي. في نفسه بزق كردي، هذاك بيجي الكتروني، كله بلاستيك، بيجي ملبس بلاستيك مزغرف يعني، والكتروني يعني شغل حفلات يعني. بينما هاي بتجي كلاسيكي مثل اغاني فيروز، اغاني عزار حبيب وهيك يعني. وعندنا هون العود. العود معروف
شكله مختلف تماما، صندوقه كبير، صندوق صغير ما بيطلع شبر. ومعروف هذا هو العود. مشان أصدقاء اللي يسألني مستقبلا، كان سؤال هذا يعني استغربت إنه في عالم لسه ما بتفرقوا الآلات عن بعضها. وهذا كان الفرق بين الآلات: العود والبسق العربي والبغلمة والطنبورة اللي شرحناها هلا. وهيك، وإن شاء الله شو ما اجتني آلات جديدة مثلا مندولين أو كذا أو أي آلات كمان، لأنه في مندولين بيجي نفس البغلمة بس لسه على الأصغر، وحتى أنه في طنبورات خصنص للأطفال يعني للتعليم، وفي مندولين هداك مو للأطفال، هداك عازفين كبار بيعزفوا عليه، أغلبهم للأتراك، يعني صوته حاد جدا، كونه قصير بتكون العلامة مشدودة فبيطلع صوته أحد. طبعا الآلات معروفة، كل ما طويلة كل ما صوتها غليظ، كل ما قصيرة كل ما صوتها أحد. تمام؟ وبتمنى يكون هذا الفيديو أفاد للي ما عنده معلومات، وكل شيء عنده هالمعلومات هاي فتحية خاصة. وإن شاء الله مستقبلا رح نزل كل آلة وعلاماتها الموسيقية كيف. دمتم بسلام.